مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدي ساوي سوشي. هلا سوشي بالعادة نحن كنا اخذين فكرة انه شغلة صعبة وما سهل تنعمل بالبيت ولازم برا مطعم وكذا. بس بصراحة انه برا كتير غالي، فانا صرت اعمله دائما بالبيت، وحتى جد اولادي صاروا يحبوه بالبيت اكتر. فاليوم يعني ورجيكم كيف بعمله بطريقتي. ومو ضروري كل المكونات اللي بيعملوها. مثلا الخل انا بستعمل خل التفاح، اذا في خل ابيض كمان. ما ضروري خل الرز، والرز بستعمل انا الرز المصري. فهلا الخضرة اللي حاستعملها عندي افوكادو، عندي خيار، عندي جزر، عندي الكراب، عند هذا الورق اللي بسموه نوري، وعندنا السلمون. هلا رح اطبخ الرز وساوي الصوص اللي بنحط جوا السوشي وورجيكم طريقة. رز مصري مثل ما قلت لكم، غسلته ونقعته تقريبا ربع ساعة، وهلا بدي حط عليه بس رشة ملح. الفكرة انه بالمي تبع السوشي ضعف الكمية، يعني كاسة الرز بدها كاستين مي. هلا مو دائما، اوقات بينكتب على الكيس، بس انا هذا لانه رز مصري فانا بعمله كاسة الرز بحط لها كاستين مي. هو اهم شيء انه ما يكون مفلفل ولا يكون معجن، يعني نوعا ما لازم يكون انه يلزق ببعضه. هلا هيك الرز صار جاهز، شايفين شلون الرزات عم يلزقوا ببعضهم. هلا بنخليه يبرد. بعد ما برد الرز تماما بنحط الخلطة اللي لازم نضيف له اياها، اللي هي معلقة كبيرة سكر ومعلقتين كبار خل تفاح عادي بدكن اياه، بنخلطهم وبنضيفهم للرز. بالنسبة للصوص اللي بنحطه جوات السوشي، يعني بعد ما نفرد الرز في صوص لازم نحطه جوا، بيطلع الطعم بتفرق معكم طعم كتير. صوص هو عبارة عن جبنة كريمية، يعني مثلا تقريبا معلقة، يعني هو العيارات قد بعضها، معلقة جبنة كريمية، معلقة مايونيز، تمام، وعندنا خردل او الماسترد تقريبا يعني نص معلقة صغيرة، تمام. الصيرة اللي بتلفوا فيها السوشي او هي السجادة لازم تغلفوها بورق نايلون مشان ما تتوسخ وتزنخ وتضطروا تغسلوها كل مرة. حطوها يعني بس لفوها بمشمع هيك. هلا ورق النوري اول شي بنحطه على الطرف الخشن من فوق مشان يلزق فيه الرز. بنبلش بنفرد الرز، بنحط على ايدنا مي وبنبلش نفرد الرز هيك ما بيلزق الرز بايدينا وبصير اسهل. بعد ما فردناه كامل بنحط الصوص اللي حضرناه قبل، هذا كتير بيعطي نكهة طيبة. وبعدين نبلش بقى نحط الخضار اللي بدنا اياها. حطيت جزر، حطيت خيار، الافوكادو، وحطيت الكراب والسلمون، فانا بحب احط كل شي يعني. بعدين بنبلش بنلف. هلا وقت اللف بنصير كل لفة بنشد منيح عليهم مشان يلزقوا ببعضهم لحتى نخلص للأخير. هلا هون أنا حبيت أعمل موديل تاني. بعد ما فردت الرز على الورقة حطيت سمسم على الحصيرة، بعدين قلبت الرز من جهة السمسم مشان يلزق على الرز، وبعدين حطيت نفس الإضافات وبرجع كمان بلفها نفس الطريقة. بطلع كمان منظرها كتير حلو وطيبة كتير. وهلا تقطيع السوشي لازم السكينة تكون حادة، ونبلها بالمي. كل ما نقطع قطعتين نرجع نبلها مرة تانية. هاي النتيجة النهائية. بتمنى تجربوا طريقتي، رح تعجبكم كتير. الصوص التغميس هو صويا صوص مع خل، نص بنص. انا هيك بحب، ما بحب الصويا صوص لحالها، جربوها مع خل بتطلع اطيب. وبس هيك. اذا عجبكم الفيديو احطوا لي لايك واشتراك بالقناة. بس هيك.